بزاف ديال الناس كيقولوا لي ملي كتدوز 18 عام صافي ما بقى ما يدار في موضوع الطول، ولكن بلاتي الموضوع ماشي بهذه البساطه. في هذا الفيديو غادي نوريك شنو تقدر تدير فعلا باش تحسن القوام ديالك، المرونه ديالك، وصحه العظام والعضلات، وشنو خصك ما تصدقوش ملي تشوفوا فيديوهات زياده الطول. يلا بينا نبداو. اولا، كرة السلة ولا كرة الطائرة. اول حاجة كرة السلة ولا الطائرة، هاد الرياضات فيهم الجري، القفز والحركة بزاف، وكيعاونوك تبقى نشيط وتقوي العضلات والعظام. ولكن باش نكونوا واضحين، ماشي حيت كتقفز يعني العظام ديالك غادي تطول. اذا بغيتي تستافد لعب شي وحده منهم تقريبا 3 مرات في السيمانه، من 30 حتى 60 دقيقة على الاقل على حسب المستوى ديالك. ثانيا، قفزات المساء. هنا خصنا نوقفوا شويه. كاينين فيديوهات كيقولوا بان هاد القفزات كتدار شروخ صغار في العظام، ومن بعد العظام كتشفى وكتولي طوال. بلاش من هاد الهضر خي ديالي، ماشي طريقه امنه ولا علميه باش تزيد الطول. اذا بغيت تدير القفز ديرو كتمرين رياضي عادي وبكميه مناسبه لمستواك. ثالثا، التعلق يقدر يعاونك في الإحساس بالتمدد وتحسين وضعية الجسم والمرونة، ولكن ما تسناش منه يزيدك 5 ولا 7 سنتيمتر. هاد الأرقام ماشي نتيجة مضمونة. جرب مثلا 2 مجموعات، كل واحدة حوالي 20 حتى 30 ثانية، وخلي الراحة بيناتهم. رابعا، الامتداد نحو السماء. وقف مزيان، طلع يدك الفوق ومد جسمك براحة. هاد الحركة كتعاون على المرونة وكتخليك واعي بالوقفة ديالك. دير 3 مجموعات، كل مجموعة فيها 15 تكرار، وما تحاولش تعصر جسمك ولا تدير حركة بقوة. خامسا، الإطالات السمانة. من بعد الجري ولا القفز دير شوية ديال الإطالة للسمانة، شد وضعية حوالي 30 ثانية، وعودها 3 المرات حسب راحتك. الهدف هنا هو المرونة وتخفيف الإحساس باش ماش تطول العظام. سادسا، أوزان الثقيلة. وهنا واحد الاعتقاد خصو يتصلح، تمارين القوة ما كتوقفش النمو بشكل تلقائي عند المراهقين. إلا كانت معقولة بطريقة صحيحة وتحت إشراف مناسب. المشكل هو التدريب بطريقة عشوائية، أوزان أكبر من القدرة ديالك، ولا بلا تقنية مزيانة. إذا ركز على التقنية، التدرج والراحة. سابعا، الماكلة والنعاس. دابا وصلنا لواحد من أهم الحوايج. إلا كنتي كتاكل عشوائيا وكتنعس قليل، راه جسمك ما غاديش يستافد مزيان. ركز على الماكلة المتوازنة، بروتين، كالسيوم، فيتامين دي، فواكه والخضرة، مصادر متنوعة ديال المغذيات. والنعاس مهم بزاف، خصوصا في سن النمو. ماشي ضروري تقول خصني 9 ساعات بالضبط، الاحتياج كيختلف حسب العمر، ولكن المراهقين غالبا كيحتاجوا تقريبا 8 حتى 10 ساعات في الليل. ثامنا، لمس أصابع الرجلين. وقف مزيان ومن بعد ميل شويه لقدام وحاول تقرب لرجليك بلا ما تجبر الركب. الا ما قدرتيش توصل للصوابع عادي، ماشي مسابقه. هاد التمرين كيركز على المرونه، خصوصا في الجزء الخلفي ديال الرجلين واسفل الظهر. تاسعا، اطالة الكبرى. هبط على بطنك وطلع الجزء العلوي ديال الجسم بشويه وبلا ما تضغط على ظهرك. شد الوضعيه تقريبا 15 حتى 20 ثانيه، عاودها 3 المرات. الا كانت مريحه لك كمل، الا حسيت بالالم وقف. 10، الكلب المتجه للاسفل. هاد الحركه زوينه للمرونه ديال السمانه، الرجل والظهر. ثبت تقريبا 20 حتى 30 ثانيه وعاودها 3 المرات، وخليك مركز على الراحه والتنفس، ماشي على انك توصل للوضعيه المثاليه. 11، فز بالحد. واخيرا عندنا نط الحد، تمرين بسيط كيرفع النشاط والتحمل وكيحرك الجسم كامل. تقدر تبدا ب5 حتى ل10 دقائق حسب المستوى ديالك، ولا تستعملو كإحماء. ولكن حتى هنا نط الحبل ماشي طريقه سحريه باش تطول العظام. دابا اخي خلاصه بسيط، الا كنتي باقي في سن النمو، التغذيه المتوازنه، النعاس الكافي والنشاط البدني مهمين للصحه ونمو الجسم بشكل طبيعي. وإلا كنتي بالغ، ما تصدقش اي واحد كيقول لك غادي يزيدك 5 ولا 7 سنتيمتر غير بالتعلق ولا بالاطاله. التمارين تقدر تحسن المرونه والقوام ديالك، وبالتالي غادي تخليك واقف بشكل احسن. يعني بلاش من الوعود الخاويه الدراري، خدم على جسمك، نعس مزيان، كل مزيان وتحرك. وإلا عجبك هاد النوع ديال المحتوى وبغيتي نستمروا في المستقبل، دير ديك لايك وسبسكرايب، وخلي لي في كومونت شحال هو طولك دابا. انا
عاودوا للتعاليق.